واحد أمين في الصوم الكبير، والكنيسة زي ما كلنا عارفين تركز على دعوة كل إنسان للتوبة. تركز الكنيسة كده من خلال قرايتها، خلال الألحان والنغمات حتى اللي بنصلي بيها، من خلال الأصوام والقداسات والصوم الانقطاعي. تركز الكنيسة وتدعونا للتوبة، تدعونا للتوبة، وكأنها كده بتقول لنا نفسنا إنه تكون ثمرة هذا الصوم هي التوبة. لكن مش توبة مجرد عمل أو روتين ولا إنها مجرد حاجة شكلية، لكن تدخل كده بينا الكنيسة إلى توبة حقيقية صادرة أو نابعة من القلب. وهذه التوبة هدفها السماء، لأنه أحيانا كتير تتحول التوبة لمجرد عمل روتيني أو يعني لشيء الإنسان بيمارسه يبقى اسمه تاب، ويبقى الأهداف تتوه مننا. كمان وإحنا في هذا الأسبوع الثالث من الصوم زي ما كلنا عارفين، أسبوع الابن الضال، هذا المثل الجميل اللي قاله لنا ربنا يسوع نفسه عشان يكلمنا ويورينا ويفرجنا كده التوبة تكون إزاي. الحقيقة قرايات الكنيسة في الأسبوع ده جميلة وعميقة وواضحة جدا على هذه النقطة، نقطة التوبة الحقيقية. يمكن هركز مع حضراتكم النهاردة على القرايات بتاعت يوم السبت بتاعت النهاردة. يعني نشوف الكنيسة وهي عايزة تكلمنا عن التوبة، عايزة التوبة ديت يعني تكون شكلها ايه، تكون دوافعها ايه، تكون ثمرتها ايه. تشوف كنيسة عمالة تحركنا كده زي ما بقول لحضراتكم وتزقنا كأم جميلة عايزة تقول لنا يلا نمشي في الطريق، وتعرفنا وتقول لنا التوبة تكون بهذا الشكل. نلاقي الكنيسة النهاردة في باكر أو في رفع بخور باكر، يعني يبتدي المزمور اللي كلنا حافظينه وبنصليه كل يوم في صلاة النوم. كنيسة تعلم كل واحد وتقول له يلا اصرخ وتعلم وقول كده. تخلينا كده نقول ايه؟ من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. من الأعماق صرخت إليك، أول مزمور في صلاة النوم حافظينه وبنصليه، والكنيسة زي ما بقول تحطه لنا إن احنا نكرره كل يوم في صلوات. تقول لنا الكنيسة في البداية كده إنه أولا مهم قوي إن التوبة تكون نابعة منين؟ من الداخل، من القلب. مش كده تقول من الأعماق إيه؟ صرخت. يعني التوبة تكون نابعة عن صرخة جاية من القلب. التوبة مش مجرد، يمكن حتى أبونا تدرس دايما يقول الموضوع ده، إنه واحد يكون مشغول أنا هروح أقول إيه أو إيه الكلام اللي هقوله، يبقى بيكتبه مثلا وخايف حاجة تقع. لا، كنيسة تقول لنا كده من الأعماق إيه؟ صرخت إليك يا رب. إنسان جاي يقف قدام ربنا بتوبة وجاي يعترف، وهو أعماق قلبه من جوه بتصرخ الصرخة ديت وتقول يا رب ارحمني، يا رب سامحني، يا رب اقبل توبتي. فتورينا ازاي انه التوبة هي صرخة منين؟ من جوه، من العمق. يمكن لسه سامعين دلوقتي في الانجيل اللي اتقرا علينا لما الكتبة والفريسين راحوا يقولوا له ازاي تلاميذك بياكلوا بايادي ايه؟ غير مغسول. قال لهم مش هي دي الفكرة او مش هو ده المهم. ليه؟ قال لهم ان اللي بيدخل الانسان دوت بيخرج في الاخر، ما هواش ينجس الانسان. امال ايه اللي ينجس؟ اللي يخرج، اللي يطلع من الانسان، لانه طالع منين؟ قال كده من القلب. عشان كده الكنيسة توضح لنا انه التوبة هي صرخة من القلب، هي توبة من القلب، هي محاسبة نفس حقيقية من القلب من جوه. ما اقفش عند مجرد افعال او كلمات او حاجات بتحصل وخلاص، كان ابقى بدخل لاعماق قلبي من جوه وتخرج منه هذه الصرخة، صرخة توبة، صرخة حب ربنا، صرخة كده انه بيقول له انصت الى صوت ايه؟ تضرعي. انا بتضرع اليك يا رب، بصلي من كل قلبي وبصرخ من كل قلبي عشان خاطر تسامحني وتقبل توبتي وتديني فعلا ان انا ايه؟ اتغير. كان جميل زي ما كلنا عارفين وحافظين مثل الابن الضال، انه لما يقول كده الانجيل، انه يقول كده لما رجع الى ايه؟ الى نفسه. لما دخل جوه كده وقعد مع نفسه
وقال أنا سايب أبويا وسايب بيت أبويا بكل الشبع والغنى اللي جواه ده واللي موجود في البيت ده. حتى الأجير في بيت أبويا إيه؟ ياكل ويشبع ويتفضل عنه الخبز. طب وأنا هنا حالي إيه؟ قال أنا بهلك من الجوع. فرجع إلى نفسه وقال هروح لأبويا وأقول له إيه؟ أخطيت إلى السماء قدامك. دي مش كلمة بقى، مش كلمة مجرد هو بيفكر هروح أقول إيه، لا، دي كلمة طالعة منين؟ من جوه القلب، بعد ما رجع إلى نفسه وراجع نفسه بجد. فعشان كده مجرد ما قال الكلام ده قدام أبوه زي ما كلنا عارفين، أبوه حتى ما خلاهوش إن هو إيه؟ يكمل الكلام، ما خلاهوش يقول له اجعلني كأحد أجراك. قال له ما تقولش الكلمة دي. ليه؟ أنت ابني، طالما جاي بتوبة من القلب من جوه خلاص أنا قابل دوت، وبالعكس ده أنا فرحان بيه جدا. مش كده ديت أول نقطة كنيسة تعلمها لنا النهاردة، إنه الواحد جاي واقف قدام ربنا حتى جاي هو يعترف التوبة بتاعته نابعة من جوه القلب، من الأعماق. صرخت إليك يا رب. جاي الإنسان كده يقول يا رب ارحمني واقبلني وسامحني. بعدين الإنجيل بتاع باكر من إنجيل مرقس صح 10 اللي بيتكلم كده عن الجزء اللي راح فيه، يقول كده أسرع واحد وجث على ركبتيه وراح سأل ربنا يسوع وقال له السؤال الشهير: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يعني التوبة الكنيسة عايزة تقول لي هدفك إيه وأنت رايح تتوب؟ أنت عينك على فين؟ على السماء. طلبة جميلة وسؤال جميل قوي. ربنا يسوع فرح بالشاب ده والشخص ده هو جاي يسأله، يقول له أعمل إيه علشان إيه؟ علشان أرث الحياة الأبدية. عينه على السماء. الواحد مش زي ما كنت بقول من شوية، احنا مش بنتوب علشان ده فرض أو روتين، لكن أنا عارف إن ده مكاني، وإنه إزاي الخطية بتعمل إيه؟ بتعطلني، بتفصلني، بتخليني كأني نزلت من السماء وبقيت مرتبط بإيه؟ بالأرض. يمكن كنا اتكلمنا مع بداية الصيام عن جزء ربنا كده كان طلب من أرميا النبي في سفر أرميا صح 13، طلب منه حاجة كده يعملها يمثلها عشان يوصل رسالة للشعب. قال له روح هات منطقة من كتان واربطها على حقويك. وطول ما المنطقة مربوط على حقويه كانت ايه؟ سليمة. قال له طب فكها يا أرميا من على حقويك وروح اطمرها في شق الصخر في الفرات. عمل كده أرميا، وبعد فترة رجع قال له ربنا روح هاتها. راح جابها. قال له ايه أخبار المنطقة ديت؟ قال له ايه؟ قال له قد فسدت لا تصلح لشيء. رد ربنا عليه وقال له طول ما الشعب كان لازق فيا، طول ما هو كان فاضل كده زي الكتان أبيض نقي جميل، وأول لما باعت إيه اللي حصل له؟ فسد، باظ. ويمكن قلت لحضراتكم ساعتها، عايز أفكركم إنه اتقال على الابن الضال إنه لما ساب بيت أبوه الإنجيل قال عليه كلمة كده، قال ذهب وإيه؟ والتصق بواحد من أهل هذه القرية. بدل ما كان لازق في أبوه اختار إنه يروح يلزق في إيه؟ في حد تاني في الأرض. فإيه اللي حصل له؟ اتذل، تعب، فسد. لكن قد ايه يبقى هي ديت النقطة اللي تحرك الإنسان ناحية التوبة، إن يبقى قلبه شغله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. مش وقفت وتوبت وقلت كلمتين في الاعتراف وخلاص وطلعت، لا، أنا ببقى حاسس نفسي بعدها أنا طالع عايش في السماء، كأني رجعت مرة تانية لفين؟ لوطني، لمكاني، للسماء. مش كده نشوف إن الابن ضال بعد ما تاب قال على طول كده اخرجوا الحلة الأولى إيه؟ والبسوا وجعلوا خاتم في إيده، صح؟ عمل كل ده ليه؟ قال رجعوا كده لمكانته الأولى، بقى من أهل البيت، بقى ابن في البيت، بقى له مكان. مش كده يبقى المحرك بتاعي والدافع ورا التوبة بعد ما يكون صرخة من القلب؟ أنا بقول له كده ماذا أعمل لأرث إيه؟ الحياة الأبدية. أنا عيني على السماء وبقيت ماشي في طريق السماء، عاوز كل يوم أتقدم أكتر ناحية السماء. قلبي بقى مشغول أكتر بالسماء، مفيش حاجة شغلاني بعيد عن السماء. بقى هو ده هدفي وهو دوت الوطن بتاعي، زي ما يقول لنا القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي لما كان يقول كده أما نحن فمواطنتنا أو جنسيتنا هي في السماوات. فكأنه الكنيسة بترجعنا تاني للسماء بالتوبة مرة تانية
ونرجع كده نرتفع عن العالم، نرجع تاني نلتصق بربنا ونكون ماشيين معاه. صرخة من القلب، توبة من القلب، نظر ناحية ايه؟ ناحية السماء. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يعني أحيانا كتير نتشغل نعمل ايه علشان تكون حياتنا على الأرض كويسة، أو ازاي نكون بنعد لأولادنا مثلا مستقبل كويس. كتير نتشغل بده ونفكر. مش بقول ان دي حاجة غلط، بس مش المفروض ان هي بس اللي تبقى ايه شغلانة بهذه الدرجة. لكن جميل ان احنا نبتدي نتعلم نسأل السؤال ده كل يوم: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال ليا أو لأولادي. إيه اللي أعمله يا رب عشان أكون ماشي في طريق السماء؟ إيه اللي أكون بعمله عشان أضمن إن أولادي وكل قرايبي وكل اللي حواليا ليهم مكان إيه في السماء؟ سؤال جميل قوي. أما أقول يا رب النهاردة الصبح كده لما أصحى كل يوم أقول له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قول يا رب النهاردة أتصرف إزاي، أعيش إزاي، أكون بسلك إزاي علشان أبقى ليا مكان في السماء. مش بس لما الواحد يسافر من على الأرض، لكن يكون كمان وإحنا عايشين على الأرض نبقى إيه؟ نبقى عايشين السماء، أو عايشين حياة السماء، ما احناش مفصولين يعني عن السماء. البولس كنيسة تختار من رسالة كورنثوس الثاني جزء جميل قوي. كلنا عارفين انه رسالة كورنثوس الأولى لما كتبها القديس بولس الرسول كانت رسالة شوية شديدة، لأن كان في مشاكل كتيرة خالص موجودة في البلد ديت وقتها. مشاكل كتير جدا، انشقاقات، واحد زنى مع امرأة أبيه، كانوا يروحوا يتحكموا في المحاكم اللي بره يعني في الدنيا، أسئلة كتير، مشاكل كتير. فكانت الرسالة شوية شديدة. فكتب لهم بعدها بشوية القديس بولس الرسول الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، بيكتبها لهم وهو فرحان. ليه؟ لأن لهم الرسالة الأولى لو كانت أحزنتكم، لو كانت صعبة شوية، بس هي عملت إيه؟ هي توبتكم. يقول لهم كده: أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم إيه؟ للتوبة. لأنكم حزنتم، يقول لهم كده، بحسب مشيئة الله. كأنه هنا بيعلمنا جزء مهم قوي. يقول لنا خلي بالك، كلنا عارفين إنه التوبة تحتاج زي ما كنا بنقول لمراجعة نفس وإلى ندم على الخطية. لكن هنا يقول لي خلي بالك إنه أنت بتتوب وأنت بتندم على هذه الخطية، خلي بالك لأنه في حزن رديء، في حزن ما يؤديش للتوبة. فيقول لهم كده آية جميلة قوي، يقول لهم: الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ إيه؟ ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يكمل يقول لهم: أما حزن العالم فينشئ موت. يقول لهم خلي بالكم إن في حزن بتاع العالم ده يعمل إيه؟ ينشئ موت. يعني إيه؟ خلي الإنسان كده ييأس، يجي له صغر نفس، ويمكن نسمع الكلمة دي يقول أنا ما فيش فايدة فيه، أو أنا عمال أحاول وما بتوبش ما برجعش. فلهم ده مش حزن أبدا يقود للتوبة، ده حزن ينشئ موت. طب عايزنا نعمل إيه؟ يقول لهم كده: حزن بحسب إيه؟ مشيئة الله. يعني إيه حزن بحسب مشيئة الله؟ يعني حزن يخليني ندمان على الخطية علشان عارف أبويا قد إيه غني قوي، قد إيه أنا مجرد ما أرجع له هيقبلني وأفرح بيه جدا، زي بالظبط ما عمل الابن الضال. يعني الابن الضال كان ممكن لما يحزن حزن بحسب العالم كان يقول: هو أنا بعد اللي عملته ده ليه توبة؟ ده أنا كأني ورثت أبويا وكأني موته بالحي، أنا أكيد مش هيقبلني، أنا أكيد مش هيفتح لي بابه ولا حتى يعني يديني كده فرصة تانية. ده حزن حسب العالم. لكن هو والجمال ده اللي في الابن الضال يعني إنه كان عارف أبوه، فكان قال كده: أنا هروح وأقول له أخطيت. كأنه كان واثق ومتأكد إن أبوه هيقبله. فبيقول لنا هنا القديس بولس الرسول: خلي بالكم وانتم بتتوبوا من الحزن اللي بحسب العالم، حزن رديء، حزن يؤدي زي ما بقول ليأس والصغر نفس والضعف، ما يؤديش أبدا إيه؟ لتوبة. لكن يقول لنا كده عايزين نحزن حزن حسب مشيئة الله، حزن فيه رجاء، حزن فيه توبة ورجوع لربنا، وبعدها التمتع بأحضانه المفتوحة. نفتكر الآيات الجميلة بتاعت الإنجيل اللي ساعتها أحيانا عدو الخير خلينا ننساها، لما يقول لنا مثلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. نفتكرها لما تجيلي فكرة أنا مش نافع، أنا ربنا مش هيقبلني، افتكر آية زي دي تقولها.
افتكر لما يقول كده دم يسوع المسيح ايه؟ يطهرنا من كل خطية مهما كانت، يطهرنا من كل خطية. ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى ايه؟ يغفر لنا خطايانا. نفتكر الايات الحلوة دي، نفتكر مقابلته للابن الضال، نفتكر سعي وراء السامري، وهكذا. كما نسيبش نفسنا نخش في الحزن الرديء، في الحزن بتاع العالم اللي هو زي ما قال لنا القديس بولس الرسول انه ينشئ ايه؟ ينشئ موت. وبعدين يرجع كده يكلمهم في نفس الرسالة ويقول لهم كده، يقول لهم حاجة جميلة قوي. يقول لهم ايه؟ انه الحزن اللي حزنتموه بحسب مشيئة الله ده عمل ايه؟ يقول لهم كده سلسلة جميلة قوي. يقول لهم كده ان الحزن دوت انشأ فيكم، كم انشأ فيكم من ايه؟ يقول لهم الاول انشأ فيكم اجتهاد. يعني ايه اجتهاد؟ خلاكم بتجاهدوا ضد الخطية، خلاكم ترفضوا الخطية، بقى مخلي الانسان في حالة ايه؟ جهاد روحي حلو، مش في حالة ضعف، مش في حالة استسلام، لا، رجع تاني يجاهد، رجع تاني يفتكر الكلام اللي قاله القديس بولس الرسول ان محاربتنا ليست مع دم ولحم. احنا عندنا محاربة مع اجناد الشر الروحي، حرب. ايوه. ونفتكر لما كان الشعب في القديم في سفر الخروج بيحارب عماليق، قال ربنا لموسى كلمة جميلة قوي، قال له للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. وقال له الحرب للرب. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيحارب، الرب يقاتل عنكم وأنتم ايه؟ تصمتون. بس بجاهد، بعمل اللي عليا، وهو بيحارب عني، هو قادر يديني النصرة. فقال لهم كده كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج. يعني بقيتم ايه؟ تحتجوا على الخطية، ترفضوا الخطية. نتيجة الجهاد ده اللي أنشأته التوبة في الإنسان، بقى بيعمل ايه؟ بقى يحتج، بقى يرفض، بقى يقول لأ، أنا التصرف ده مش هعمله، أنا الكلمة دي مش هقولها، أنا الحاجة دي مش هخش فيها، مش بتاعتي. فيقول كده كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ. بقى مخليكم كده ايه؟ مش قابلين الخطية، بقى في حالة رفض تام، وكأنه بقى عارفين ان في عدو لينا عاوز يوقعنا وعاوز يوقع اخواتنا. فبقى في كده غيظ ورفض للخطية، وعدم يعني تهاون معاها ولا تفاوض معاها، وبقى في رفض تام. ما بقاش الانسان يدي اي مساحة لعدو الخير او للخطية. وبعدين يقول كده من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف. خوف يعني ايه؟ خوف على خلاص النفس، خوف ان الواحد مش عايز يزعل ربنا. بل الانسان كده عنده حالة ايه؟ حالة مخافة، بقى حاسس بحضور الله. زي ما كنت بحكي من شوية ازاي انه كأنه الانسان رجع التصق تاني بربنا، فبقى عنده مخافة مخافة ربنا في قلبه، بقى مصحصح، بقى مش عايز حاجة ترجع تاني ايه؟ تفصله او تعطله او تبعيده عن ربنا. بل من الخوف بل من الشوق رجعهم تاني. بقى الانسان عنده كده ايه؟ اشتياق لربنا. ففي اشتياقات حلوه لربنا، هو ده اللي تعمله التوبه فعلا. بقت التوبه مش مجرد ان الواحد يقول انا عايز ابطل حاجات غلط، لا، بل الانسان قلبه بقى ايه؟ مشتاق لربنا قوي، عايز يقعد مع ربنا اكتر، عاوز يلتصق بيه اكتر، عايز يقرب منه اكتر، عايز يتلامس معاه اكتر، عايز يعرفه اكتر. بقى عنده اشتياقات جميله كلها ناحيه ربنا، كلها زي ما كنا بنتكلم من شويه ناحيه السماء. ماذا اعمل لارث ايه؟ الحياه الابديه. خلى الانسان في حاله اشتياق للسماويات، في حاله اشتياق لربنا. فيقولوا كده انشا فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيره. بقى في كده غيره على ايه؟ خلاص نفسي وعلى خلاص نفوس كل الناس اللي حواليا. بقيت كده حاسس ان انا مسؤول عنهم، ومسؤول طبعا عن نفسي بالدرجه الاولى. عاوز اتوب وعايز اللي حواليا كلهم يبقوا تايبين، ونوصل كلنا ايه؟ للسماء. فين بقى زي ما القديس بولس وصل لده وقال من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. بقى قلبه من جواه كده نفسه ان كل انسان يخلص. كلنا فاهمين ان ديت مش شهوة قلب بولس الرسول بس، دي شهوة قلب مين؟ ربنا. لما قال كده الذي يريد ان جميع الناس ايه؟ يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. تتولد في الانسان التايب مشاعر ناحية كده خلاص كل إنسان نفسه إن الجميع يخلصون، ويصلي
ويخدم ويدور ويبحث ويساعد. بقى فيه كده ايه؟ بقى فيه غير على خلاص النفوس، بقى فيه اشتياق لخلاص النفوس. وبقى الانسان كده التايب ده ما بقاش عاوز يدي يعني فرصة كده لعدو الخير، حتى يقول لهم كده: بل من الغيرة بل من الانتقام. انتقام من الخطية، انتقام من عدو الخير، انه مش عايزه تاني يبقى له اي يعني حاجة فيا، لكن يبقى الانسان تايب وعايش كده حياة توبة مستمرة. سلسلة كده جميلة تبتدي الخطية، يعني بعد ما كانت أفسدت الإنسان، التوبة ترجع الإنسان تاني ليها. اجتهاد، احتجاج، رفض، غيظ، ويعني كده يبقى الواحد بيرفض بشدة يعني الخطية. إحساس بوجود في مخافة ربنا، شوق أو اشتياق لربنا، غير على خلاص النفوس، انتقام من عدو الخير ومن كل كده أفعاله. ونفتكر ساعتها لما وقفنا في المعمودية وقلنا له: أكحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة وكل جنودك الشريرة، أكحدك أكحدك أكحدك. كأنها ترجع تاني، وكأننا كنا في هذا الجدول. الواحد بيبقى رافع ايده، أو الإشبين رافع ايده كده، كأنه بيعمل إيه؟ بيصد وبيبعد وبيرفض. ترجع تاني الحالة ديت، ويرجع الإنسان يرجع لمملكة المسيح مرة تانية. بعد التوبة ديت ما يقفش الموضوع عن إن الواحد رفض خطية أو رفض سلبيات. دايما التوبة كده، التوبة ما هيش إن أنا أقول عايز أبطل كذا وبطل كذا وبطل كذا بس وقف يعني عند ده. لا، لازم يكون فيها إيه؟ إيجابيات. فحتى يبتدي الكاثوليك يكون يكلمنا عن فكرة من يعقوب، عن فكرة الإيمان والإيه؟ والأعمال. بقى يقول لنا التوبة لابد أن يكون ليها كده إيه؟ أعمال حلوة بقى. أعمال بقى فيها رحمة، أعمال فيها محبة تبتدي تظهر في حياة الإنسان. يتكلم زي ما حضراتكم عارفين لما يقول كده ان لو قابلت 2 عريانان ومعتزان للقوت اليومي وتقول لهم اذهبا بسلام اشبعا واستدفع، هيستفيدوا ايه يعني؟ فيقول لا، يقول كده، يجيب لنا مثالين: انه ابراهيم لم يتبرر بدون اعمال. كلنا عارفين لما طلب ربنا منه ان هو ايه؟ يقدم ابنه ذبيحه، راح. ويجيب لنا المثل الثاني جميل قوي، عن مين؟ عن رحاب الزانيه. تابت، بس يقول انما مش مجرد كده توبه وخلاص، لكن عملت اعمال. عملت ايه؟ يقول كده انها اخفت الجاسوسين، عملت عمل تقدر عليه. فيكلمنا الكاثوليكون عن ازاي تكون التوبه مصحوبه دايما بايه؟ باعمال. افتكروا حضراتكم القديس بولس بقى اتكلم عن ده يمكن كتير، لما يقول كده ايه؟ لا يسرق السارق فيما بعد. كويس، دي توبه. ان لو واحد بيسرق هيعمل ايه؟ يبطل سرقه، خلاص كده خلصنا. يقول لا يسرق السارق فيما بعد. امال قال: بل يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يعطي ايه؟ من له احتياج. يعني مش بس بطل سرقه، ابتدى يشتغل، بقى يصرف على نفسه، وكمان يعطي لناس ايه؟ محتاجه. هي دي التوبه، دايما فيها اعمال صالحه، دايما فيها استبدال للخطيه باعمال ايه؟ حلوه تفرح قلب ربنا. عشان كده كلمنا الكاثوليكون عن الحته دي، الايمان والايه؟ والاعمال. لابد ان يبقى فيه مع التوبه دايما اعمال حلوه، اعمال تفرح فعلا قلب ربنا. ويعلمونا الاباء لما قالوا ان التوبه هي استبدال شهوه بشهوه. بشيل شهوه الخطيه، حط مكانها شهوه اشتياق لربنا وشهوه اعمال ايه؟ اعمال صالحه. يبقى الانسان بيتحرك، يتعلم، يبتدي ياخد ايه؟ ياخد خطوات. لانه الانسان لو فقط بطل خطيه وما عملش حاجه، بعد شويه اللي هيحصل؟ ترجع تاني. كلنا سمعنا امبارح في الانجيل بتاع القداس لما كان بيتكلم كده ربنا عن، قال ان الروح النجس اذا خرج من انسان، قال كده يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحه. وبعدين يقول كده: ارجع الى بيتي الذي ايه؟ خرجت منه. فاكرين الانجيل قال ايه؟ قال: فيجده ايه؟ فارغا مكنوسا مزينا. فارغ، مجرد واحد شال الخطيه وسابه فارغ. عارفين قال ايه الانجيل؟ قال يقول الروح ده ساعتها ايه؟ يقول لك: يذهب ويأخذ 7 أرواح أخر أشر منه ويسكنون في ذلك الإنسان، فتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. مش كده بقول إنه دايما التوبة تكون مصحوبة بأعمال صالحة، يكون فيها استبدال لخطية بفضيلة، بعد عن خطية وطلب فضيلة أو الجهاد فيها، وأن الإنسان يبتدي يمشي في طريقها. فيكلمنا الكاثوليكون عن الإيمان والأعمال. في النهاية كلمنا مزمور الإنجيل والإنجيل عن الثمرة بتاعت التوبة. يقول المزمور كده كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ قال: أسبح
وأرتل إيه؟ أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي بدعوتك، ارحمني واستجب لي فإن لك قال قلبي. أسبح وأرتل للرب. يتحول الإنسان في حياته مع التوبة يكون فيها دايما إيه؟ تسبيح لا ينقطع. ليه؟ ما هو الإنسان حس قوي بأنه إزاي كان عليه حكم موت وبعدين ربنا رفعه عنه، قال له مغفورة لك إيه؟ خطاياك. طب أعمل إيه؟ قال يفضل الإنسان يعمل إيه بقى؟ يسبح ويشكر ويقول بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني. يفضل الإنسان يسبح ويشكر ربنا حياته كلها. أسبح وأرتل للرب. ابتدي الإنسان كده فرحان جدا بالتوبة. اتقال برضه في الابن الضال زي ما كلنا عارفين إنه لما رجع وتاب ابتدأ يقول كده الإنجيل كلمة جميلة، ابتدأوا يفرحون. وبدأ يبقى فيه صوت للفرح ده. يبتدي الإنسان بعد ما تاب عمال يسبح، عمال يرتل، عمال يشكر، عمال كده يقول له يا رب المجد ليك، أشكرك من أجل نعمتك ومن أجل حبك، من أجل قبولك، من أجل حضنك المفتوح. يبتدي الإنسان يسبح. والإنجيل يكلمنا من إنجيل متى عن جزء مهم قوي كلنا عارفينه كثمرة للتوبة. إيه؟ يتكلم على مثل اسمه العبد الذي لا يرحم. مثل شديد شوي. لما يحكي لنا انه كان في واحد عليه دين وبعدين سيده بيقول له ادفع اللي عليك، قال له معيش، وقال له تمهل عليا فأوفيك الجميع. فعمل ايه؟ سامحه وقال له خلاص مش عايز منك حاجه. كويس، ما هي دي التوبه، ان انا رايح لربنا عليا دين كبير قوي وبصراحه لا اقدر ادفع ولا عندي حاجه اقدر اعملها قصاد خطيتي، فيقول لي مغفوره لك خطاياك. طب وبعدين يقول كده خرج هذا العبد لقى عبد زميله كان مديون له بس بجزء اصغر بكتير جدا مقارنه بالجزء اللي كان عليه لسيده. فبيقول لزميله ده ادفع اللي عليك، فقال له نفس الكلمه اللي قالها هو لسيده. يعني العبد التاني ده قال للعبد اللي اتغفر له، قال له تمهل عليا فايه فأوفيك الجميع. قال له ايه؟ قال له لا. ويقول انه سلمه يعني للشرطه وكده. سمع العبد ده، اسف سمع السيد، قال له يعني انا سامحتك بكل ده وانت مش عايز ايه؟ تسامح لاخوك. يعني عاوز اقول انه تبقى ثمرة التوبة هي رحمة لكل انسان، هي غفران ومسامحة لكل انسان غلط في حقي. لو الواحد بجد تاب توبة حقيقية زي ما قلنا من البداية من الاعماق، تلاقيه ايه؟ تلاقيه بجد يرحم، يغفر، يسامح، زي ما هو حس قد ايه سيده سامحه بكل ده فهو كمان يسامح. دي تبقى ثمرة حقيقية، او تقول ان التوبة بتاعتي توبة حقيقية بجد من القلب. لو انا لسه مش عارف اغفر، مش عارف اسامح، يبقى في مشكلة. عشان كده المزمور والانجيل اللي يكلمونا عن ثمرة التوبة تسبيح لربنا، ترتيل لربنا، وفرح بعمله الكبير قوي والخلاصي اللي اتمه. كمان يبقى فيها غفران ومسامحة اخواتي مهما كان واحد عمل، لانه الواحد كان عليه دين كبير قوي واتغفر له، فزي ما اتغفر لي ابقى انا كمان ايه؟ بغفر وبسامح. مش كده بديت في الاول وقلت انه الكنيسه بتعلمنا وتقول لنا نتوب ازاي. قالت لي تبقى التوبه من القلب من الاعماق، زائد ان يبقى معاها اشتياق للسماء، زائد ان هي تكون بحسب او يعني الحزن والتوبه دي بحسب مشيئه الله وفيها المراحل اللي قالها لنا القديس بولس. كمان يكون فيها اعمال او تصحبها اعمال صالحه، مش مجرد وقوف عن خطيه لكن فيها اعمال صالحه، فيها خطوات ايجابيه، وتكون ثمرتها اللي يقول لي فعلا انا ماشي في طريق توبه صح ولا لا. فرح وتسبيح وترتيل لربنا، زائد مسامحه لاخواتي، غفران عن كل خطيه حد يعني تعبني بيها او كلمه او تصرف حد اساء الي بيهم، ابقى بغفر من قلبي وبنسى وبسامح زي ما ربنا غفر لي. قد ايه فعلا دي تبقى توبه حسب مشيئه الله، تبقى توبه تفرح، ويبقى الانسان ماشي في الطريق. ونيجي فعلا في هذا الصوم نقول له نشكرك يا رب انك علمتنا وساعدتنا وعرفتنا ازاي نتوب توبه بحسب مشيئتك، توبه فعلا تكون ليها ثمر حلو، توبه تكون زي ما نفسنا فعلا واحنا بنشتاق، تكون توبه تفرح قلب ربنا ويبقى فيها بدايه جديده في حياتنا ونمو وتقدم ومعرفه ربنا يسوع اكتر واكتر
وتمتع بالعشرة معاه دايما. لربنا المجد دائما أبديا.